السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور القمر الجميل اللي انتوا شايفينه دوت بطريقة سهلة خالص، وكمان مش هياخد معانا وقت ولا مجهود. يلا بينا عشان وقت الفيديو ما يطولش. يلا بينا. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هيكون عندي هنا كيلو الا ربع من السمنة. انا النهارده هعمله بالسمنة مش بالزبدة. لو انت حابه تعمليه بالزبده الصفرا، بزبده بقى فيرنا كريستال، اي زبده انت حابه تعملي بيها زبده صفرا عادي. هتستبدلي كميه السمنه بالزبده، نفس الكميه ونفس المقادير اللي احنا هنستخدمها كلها، بس كل حكايه ان انت هتبدلي مكان السمنه زبده بس كده. عندي هنا كيلو الا ربع من السمنه. ديت كانت سمنه روابي يا جماعه. ديت علبه السمنه اللي هي الكيلو العاديه اللي بنجيبها، بس عامه هي ما بتبقاش كيلو كامل، يعني هي العلب دي بتكون كيلو الا ربع. فانا جبت العلبه وفضيتها كلها. بصوا هي سايحه معايا كده، هي المفروض تدخل التلاجة 5 دقايق كده عشان بس ما تبقاش سايحه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بس عامه مش هتضر، يعني عادي برضو هتنفع، مش هتقول حاجه. فضيت علبه السمنه بتاعتي كلها وحطيت عليها هنا كوبايه من السكر البودر، والسكر هنا لازم يكون بودر. يبقى كده حطيت كيلو الا ربع من السمنه على كوبايه من السكر البودر. انا حسيت ان كوبايه السكر البودر ما كانتش مليانه على الاخر، فحبيت ان انا اضيف لها معلقه كمان. وبعد كده بقى هنشغل المضرب بتاعنا على اعلى سرعه لغايه ما نضرب كويس جدا. هنا يا جماعه مده الضرب ما تقلش عن 10 دقايق او ربع ساعه. لازم نفضل نضربها بالمضرب كويس جدا كده لغايه ما التكتلات بتاعت السمنه ديت تفك معايا خالص، وكمان لون الخليط يتغير ويبقى لونه فاتح جدا. هنا باين، يعني هنا مش باين معايا ان هو لونه هيفتح قوي، عشان انا مستخدمه سمنه روابي، واحنا عارفين ان سمنه روابي بيكون فاتحه اصلا لوحدها، يعني بيكون بيضه. لكن لو سمنه جنه هنلاقي اللي هنا يعني هلاحظها ان هي فتحت قوي في اللون بتاعها، والخليط بتاعي دوت بقى فاتح جدا. على العموم هنعرفها ازاي؟ هنلقى الخليط بتاعنا بقى ناعم جدا كده وبقى كريمي، وكمان بقى عامل زي الكريم الشانتيه كده وفي مطه. اول ما نوصل للمرحله ديت ونلقى الخليط بتاعنا بقى كريمي وفي مطه كده، هنروح منزلين بقى الاربع بيضات بيضه بيضه. هيكون عندي هنا 4 بيضات، هنزل واحده واحده، كل ما اشرب واحده اروح منزله التانية. انا بدأت كده باول بيضه، لازم اشربها كويس جدا كده مع الخليط بتاعي، وبعد ما تتشرب اروح منزله التانية. هنا يا جماعه بعد ما احط البيضه التانية هحط كمان كيس من الفانيليا، بس يمكن انا نسيت ان انا اصوره، بس لازم ان احنا نضيف فانيليا عشان خاطر الزفاره بتاعه البيض. كده انا حطيت اول بيضه وخلاص، ودلوقتي هي التانية، وهشرب بقى البيض بتاعي دوت بيضه بيضه كده لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي كلها. كده انا حطيت ال4 بيضات. على فكره في واحده انا ما صورتهاش او يعني قصيتها عشان خاطر بس وقت الفيديو مبقاش طويل قوي، بس عامه انا اشتغلت ب4 بيضات. انتي برضو اشتغلي بالمقادير اللي تعجبك، بس انا عامه هي دي المقادير بتاعه البيتيفور بتاعي. انا حطيت 4 بيضات وكوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من السمنه وكيلو دقيق. كده بعد ما خلصت الخطوات اللي انا قلت لكم عليها كلها، نيجي بقى للكيلو دقيق. حطيت الكيلو دقيق، واهم حاجه هنا الدقيق يكون منخول، ما يتحطش على طول يا جماعه، لازم ننخل الدقيق. احنا عامه اي حاجه هنشتغلها لازم ننخل الدقيق بتاعها. بصوا بقى لميت كده بالاسباتيولا، وبعد كده هروح شايله بقى المعلقه دي خالص واستخدم بقى ايدي. طبعا احنا هنا مش بنعجن، احنا بنلم بس. شايفين الخليط بتاعي مقاديره مظبوطه 100%، مش محتاج ولا اي حاجه. انا هنا بس كده هلم وبعد كده هرجع لكم تاني. شايفين يا جماعه لميت العجينه بتاعتي، ده القوام المظبوط بتاع البيتيفور. شايفين؟ وكمان قسمت العجينه نصين، عشان نص هخليها ابيض زي ما هي، ونص هحط عليها كاكاو، هخليها بالشوكولاته. بصوا بقى شكلت البيتيفور بتاعي، شايفين طالع عامل ازاي؟
هندخله بقى على فرن وسط لمدة 10 دقايق او ربع ساعة ويكون استوى ما ياخدش لون. لو حابة تديله لون زي ما انا عملت، انا عامة بحب البيتي فور ان انا اديله لون ذهبي خفيف كده. هو المفروض ما ياخدش اللون دوت، هو المفروض زي في الافران بيطلعوه ابيض، يعني بيكون ابيض كده ما بياخدش اللون ده خالص. بس عامة انا بحب طعمه كده، يعني انا لو تلاحظوا في كل المعجنات بتاعتي بحب ادوس عليها في السوا شوية. حابين زي تمام، مش حابين خلاص طلعوه ابيض زي بتاع الافران. اهم حاجه يكون على نار هاديه عشان خاطر يستوي وما ياخدش لون. شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. على فكره انا لما اجي اكل بنقي اللي هي الحمرا ديت، ما بسيب البيضه مش باكلها خالص، مع ان هو الاساس بتاعه يعني بيكون ابيض. انا بحبها باللون دوت، هو الاساس بتاعه بيكون زي كده، يعني واخد لون اصفر اشقر كده شويه، ما يكونش محمر قوي. بس عامه انا بحبه احمر قوي زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى انا هشكلها هقفلها بالفراوله، وكمان احط لها فراوله من بره، وبعد كده احطها في الفارماسي، يا اما في جوز الهند يا اما في الشوكولاته، وبعد كده هرجع اوريها لكم. انا اللحظه ديت معلش قطعتها عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل قوي. بصوا بقى خلصت البيتي فور بتاعي، شايفين في اللي قفلته بجوز الهند، وفي اللي بالفارماسي الالوان، وفي كمان بالشوكولاته. زي ما انت حابه تشتغلي براحتك، ده التقفيل ده بتاعك انت. وكمان في ناس بتحب ما تقفلهوش خالص، يعني بتحبي تاكله كده زي ما هو، بتحبش تقفله بالفراوله خالص. اهم حاجه ان هو يكون عجبكم. جربوا الطريقه بتاعتي فيه، سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص، وكمان مش مكلفه. لايك وشير بقى لو عجبك الفيديو، واشتراك